عليكم ومرحبا بكم معايا في شهوة الزهرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا واحد الحريشات كيجيو فنين ساهلين ماهلين، تحضروهم بسرعه لضيوف الغفله اولا الوليدات الكوتي اولا الفطور ديال الصباح. كيجيو فنين وهشاش ورطبين كما كتشوفوا. خليكم معايا تشوفوا الطريقه والمقادير. كنحتاجو في المقادير: عندي كاس ديال السكر سنيده، كاس الا ربع ديال زيت المائده، عندي كاس ديال الماء، شوفوا واش غنحتاجو كله ولا لا، كاس ديال الدقيق، عندي هاد العلبه ديال الجيتوس ديال درهم، عندي هنا 3 المعالق ديال الزبيب قطعتهم على جوج، نص معلقه ديال الخميره الفوريه، والساشي ديال الفاني وجوج د الخمارات، ونص كيلو ديال السميده رقيقه. السميده رقيقه اللي كنديروها في الحلوى ديال الحلويات. كناخذ واحد الاناء، انا ما ذكرتش قبيصه ديال الملحه، ضروري ديروا قبيصه ديال الملحه. كناخذ واحد الاناء وكنضيف فيه نص كيلو ديال السميده رقيقه، قبيصه ديال الملحه، كاس ديال السنيده، كاس ديال الدقيق، وكنخلط هاد العناصر كامله مع بعضياتها. ضروري نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم، نخلطهم مزيان. وغادي نضيف الخميره، نص معلقه ديال الخميره الفوريه اولا المعجونه اللي كان موجود في الدار، واحد الساشي ديال الفاني باش كتنسمو. يمكن لكم تنسمو بالحامض، قشره ديال الحامض تحكوها اولا ديال الليمون. هنا غادي نضيف جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى، خميره ديال الحلوى يعني انا درت هنا 16 غرام. وغادي نضيف 3 المعالق اللي قلت لكم ديال الزبيب مقطع. يمكن لكم تعوضوه بالشوكولا فيرميسيل اولا، المهم نتوما شوفوا نتوما شنو كتبغيو باش تستعملوا في الحريشه. المهم غادي نخلط هاد العناصر مزيان، وغادي نضيف عليهم كاس الا ربع ديال الزيت المائده، وغادي نحاول ندخل هاد الزيت مزيان، نلبس به هذيك السميده الرقيقه، ضروري ندخلوها مزيان فيها. هاد الحريشات كيجيو زوينين وساهلين واقتصاديين. صافي كنستمر بحال هكا، كنلبس هذاك الزيت بالسميده حتى كتولي ليا، حتى كتولي معلكه بحال هكا كما كتشوفوا. غادي نضيف هذاك الكاس ديال العصير ديال البرتقال ديال جيتوس، وغادي نجمع نشوف الا خاصني مازال. غادي ناخذ من هذاك الكاس ديال الماء، مازال ما ناشفه. غادي ناخذ من هذاك الكاس ديال الماء اللي كنت نضيف غير شويه ونشوف على حسب، حيت كاين السميده اللي كتشرب مزيان كاين اللي لا. المهم كنبقى نخلط وما كنجمعش ما كندلكش بيديا، غير
نخلط. ما كندلكوهاش البنات باش ما تبقى محافظه على الشكل ديالها. كنزيد شويه ديال الماء، بانت ليا باقا شويه. المهم خاصها تكون مطلوقه العجينه كما كتشوفوا. الخليط بحال كيكون مطلوق، ما يكونش ناشف، باش كتجينا الحرشه خفيفه ومهويه. انا ضفت نص كاس ديال الماء اللي احتاجيت. صافي غادي تكون على هذا القوام بحال هكا، ما تكونش ناشفه. صافي غادي نخليها واحد 5 ديال الدقائق ونرجع. بعد ما ارتاحت 5 دقائق كناخذ السميده الغليظه وواحد 2 معالق ديال الكوك، كنخلطهم مع هذيك السميده الغليظه. هاد الكوك تيعطي واحد النكهه زوينه. صافي هنا غادي نبدا نكور في السميده. صافي ناخذ من هذاك الخليط واحد الكميه بحال هكا، واش على حسب نتوما واش بغيتوها كبيره ولا صغيره. صافي وتنهز بيديا وتنرش هذيك الكره اللي خديت ديال الخليط. صافي وتنخليها بحال هكا، كنكورها بحال هكا. وتنكون عندي واحد لاطه دهنتها بالزيت اولا فرشت ليها ورق الطبخ وتنحط. تنستفهم مباعدين على بعضياتهم، حيت فيهم الخميره ضروري غادي يختمروا باش ما يلتصقوش مع بعضياتهم. صافي كنستمر بحال هكا. نوجد ندير 3 الحبات او 4 باش نخدمهم في دقه واحده. ما نبقاش نكور بالوحده بالوحده ونحط ويدي كتعمر ليا بالسميده ونعاود نرجع في الخليط، لان الخليط غادي ينشف. يدي كتكون عامره بهذيك السميده الغليظه ونعاود نخشيها عاوتاني في الخليط، كتبقى كتنشف، كيتزاد عليها السميده وكتنشف ينشف ليا الخليط. المهم راه فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. كنستمر بحال هكا حتى كنكمل هاد الكميه كامله اللي عندي. بعد ما كملت في هاد الاثناء كنكون مشعله الفران على درجه ديال 160. انا كنشعل الفوق والتحت وغنديرهم يطيبوا ويتحمروا. ها هما بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو على هاد الشكل، محمرين زوينين ودغيا تيوجدوا. والله العظيم الا دغيا كيوجدوا في الحين، ساهلين ودغيا نحضروهم للوليدات للكوتي. ايوا هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا. بعد ما حطيتهم في الصحن ديال التقديم كيجيو على هذا الشكل زوينين واقتصاديين. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها للوليدات ان شاء الله. غادي نحل معكم وحده كيفاش غتشوفوها. كتجي هشيشه. ما تنسوش انكم تابوناو معايا في لاشين فضلا وليس امرا، ودعموني باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. وشكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله.